ماشي في امان الله وفجأة هديت عشان مطب او حد هدى قدامك، فتبص لعصاية الفتيس وتسأل نفسك السؤال الشهير: ارجع لانهي غيار؟ المبتدئ دايما بيربط بين صوت الموتور او عداد الار بي ام وهو بيسرع، لكن وهو بيهدي ما بيعرفش يتصرف ازاي مع الغيارات. والحل هنا بمنتهى البساطة إننا هنقسم الرجوع للغيار بناء على السرعة الحالية بعد التهدئة، وعشان كده في المانيوال لازم نعرف سرعة كل غيار. لو بصينا هنا على عداد السرعة هنلاقي إن أول رقم زيرو، والزيرو ده طبعا يعني أنا واقف على سرعة الثبات، يبقى أنا على سرعة زيرو طبيعي إن أنا هجيب الأول، فأنا دلوقتي هجيب الأول. لما السرعة تعلى معايا وتوصل ل10 فالطبيعي إن أنا هجيب التاني، لما السرعة توصل 30 هجيب التالت، وفي نفس الوقت هلاحظ ان الار بي ام بيعدي ال 2000 لفه. طيب يبقى هنستنتج من كده ايه؟ هنستنتج ان انا كل 20 كيلو بغير، يبقى الاول هيبدا معايا من 0 لحد 10، الثاني من 10 ل 30، الثالث من 30 ل 50، والرابع من 50 ل 70، والخامس من 70 فيما فوق. يبقى انا كده لو هديت سرعتي اول حاجه هعملها بعد ما اخلص تهدئه ان انا المح عداد السرعه. يبقى فرضا ان انا كنت على الغيار الرابع، ففي الحاله دي سرعتي هتكون ما بين ال 50 وال 70. طيب لو انا هديت سرعتي وانا على الرابع وانا على السرعه دي، والسرعه نزلت معايا مثلا لحد 30 او 40، وال 40 هي الشرطه اللي في النص ما بين ال 50 وال 30 دي، يبقى في الحاله دي هجيب الغيار الثالث لان سرعتي نزلت عن الحد الادنى لسرعه الغيار الرابع بشويه حلوين. لكن لو انا سرعتي مثلا كان المؤشر تحت ال 50 كده بالظبط، في الحاله دي هكمل على الرابع لان انا ما نزلتش كتير عن سرعه الرابع، فهنطبق ده على كل الغيارات. يعني مثلا لو انا على الثالث فسرعتي هتبقى ما بين ال 30 وال 50. طيب لو انا هديت سرعتي والسرعه نزلت تحت ال 30 بشويه حلوين، يعني كانت مثلا عند ال 20 او طبعا نزلت ال 10، في الحاله دي لازم ارجع للغيار الثاني. لكن لو المؤشر كان تحت ال 30 على طول، في الحاله دي ممكن اكمل على الثالث عادي جدا. طيب المطلع هنا بيفرق معايا بشكل كبير، يعني نفس المثل اللي احنا ضربناه، انا مثلا على الرابع وسرعتي كانت ما بين ال 50 وال 70 وسرعتي نزلت تحت ال 50 بحاجه بسيطه بعد ما هديت، في الحاله دي يستحسن ان انا ارجع للثالث عشان ادي عزم العربيه تتحرك. يبقى انا مقياسي من الاخر للرجوع للغيار هو السرعه اللي انا بوصل لها بعد التهدئه، مع مراعاه ان لو العربيه في مطلع تبقى الاولويه دايما للغيار الاقل. طيب تعالوا ناخد شويه امثله كده عشان الموضوع يبقى اسهل وابسط. انا دلوقتي جبت الاول وبدات اتحرك، طبعا هنا صوت الموتور عالي فجبت التاني على طول. عايز برضه اقول لك على حاجه مهمه، ان بالنسبه للغيار الاول احنا هنستثنى كل الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده. الغيار الاول بمجرد ما تتحرك العربيه صوتها يعلى على طول تجيب التاني، ما تتاخرش او ما تمشيش كتير على الغيار الاول لو انت ناوي تتسارع. حاله واحده ممكن تمشي على الغيار الاول لو انت ماشي وشايل رجلك من على البنزين، بنقول عليها ماشي على الصلانسيه، ففي الحاله دي ممكن تفضل ماشي على الاول براحتك، اهم حاجه ان انت ما تبقاش دايس بنزين وسايب العربيه ماشيه براحتها. والحاله دي بنستخدمها لما نكون في شارع مكسر مثلا وعايزين نخلي العربيه ماشيه بالراحه. طيب ابتداء بقى من الثاني هنبدا نتابع الار بي ام. انا الار بي ام دلوقتي عدى ال 2000 لفه ودخل على 2 ونص، فهبدا ان انا اجيب الثالث. يبقى وانا في التسارع اخلي الار بي ام هو اللي يرشدني. طيب انا دلوقتي اهدي المطب فدوست فرامل ودي برياش للاخر، لان انا كده كده سرعتي هتنزل تحت ال 30. السرعه دلوقتي لو لاحظنا ان هي دخلت في 10، فرجعت للغيار التاني نفس القصه هبدا اسرع، الار بي ام عدى ال 2000 ونص فهجيب التالت. انا دلوقتي هدخل شمال، فبعد ما شغلت اشاره شلت رجلي من على البنزين والسرعه دلوقتي عماله بتنزل، تقريبا نزلت ل 20 اهي، فهبدا ادوس دبرياج على طول ما استناش العربيه تترعش مني، وهبدا اهدي سنه كمان بالفرامل لاني قابلت مطب. هنا لازم اجيب التاني لان السرعه دلوقتي حوالي 10، فدي بدايه سرعه التاني. وطبعا انت مع الوقت هيبقى عندك سنس، بمعنى ايه؟ بمعنى ان التهدئه دي احنا هدينا اقصى تهدئه ممكنه للعربيه بس ما وقفناش، ففي الحاله دي بنجيب التاني من غير ما ابص على عداد السرعه. وعايز اقول لك على معلومه تانية مهمه، خدها قاعده كده: داخل يمين داخل شمال بتلف يوتيرن داخل على مطب، ففي الحاله دي ما ينفعش تمشي بالعربيه او تكمل على غيار اعلى من الغيار التاني. يبقى انا في الحاله دي على طول برجع للتاني او الاول لو العربيه وقفت او قربت على الوقوف. هنا المطب ده محتاجش مني اي حاجه لان انا اصلا كنت على الغيار التاني، فهديت بس بسنه فرامل وبعد كده شلت رجلي من على الفرامل وكملت على طول على نفس الغيار اللي هو الغيار التاني. هنبدا نسرع شويه، الار بي ام جاب 2 ونص او عدى ال 2 ونص، فهنجيب التالت مع سماعي وتركيزي مع صوت الموتور. بس ده شويه بيجي مع الممارسه، ان انت تاخد بالك من صوت الموتور ده ما بيجيش معاك في اول السواقه، بيجي مع الممارسه. انا دلوقتي برضو داخل على منحنى، هديت بالفرامل
السرعه هنا لسه على 30، ففي الحاله دي ما احتجتش ان انا ولا ادوس دبرياج ولا اسقط غيار او ارجع غيار من الاساس. كملت على نفس الغيار اللي انا عليه، لان انا لسه كنت في الحدود بتاعه الغيار الثالث اللي هي سرعه 30. دلوقتي هنجيب الرابع وهنبدا ندخل يمين. هنا الدخله بتاعتنا على شكل منحنى، يعني مش داخله حاده، فهدي شويه، هدوس دبرياج لان انا حسيت ان خلاص السرعه نزلت 30 والعربيه بدات تتبرجل كده، فنزلت للتالت. يبقى انا هنا ما جبتش الغيار التاني. ليه؟ السرعه او عداد السرعه هو اللي بيقول لي ارجع لانهي غيار. وخد بالك ان انا لما دوست على الفرامل اول ما حسيت ان العربيه بدات تتبرجل برجله بسيطه جدا او تعمل رعشه خفيفه قوي، دوست على الدبرياج على طول. انا مش عايز العربيه تترعش مني بشكل كبير، لان ده بيأثر على الموتور وعلى الفتيس وبيقلل من عمر الموتور الافتراضي. يبقى لازم نركز في المعلومه دي لانها مهمه جدا. العربيه هنا وانا بدوس على الفرامل بتديني اشاره بتقول لي بس كده كفايه على الغيار اللي انت عليه. يعني مثلا زي دلوقتي العربيه بدات تتبرجل او تترعش، فعلى طول دوست على الدبرياج وجبت الغيار الثالث. يبقى انا لازم برضو اسمع لصوت العربيه، وزي ما قلنا مهم جدا ان انا ما اسيبش العربيه تترعش مني بشكل كبير. اول ما احس باي رعشه خفيفه امسك دبرياج على طول، المح حداد السرعه، ارجع للغيار المناسب. في سؤال برضو بتساله دايما، وهو اللي هل ينفع ارجع من الغيار الثالث للغيار الاول او من الغيار الخامس او الرابع للغيار الثاني؟ والاجابه انه طبعا ينفع، لان العبره هنا بالسرعه اللي انا هوصل لها. وهناخد مثال دلوقتي. انا دلوقتي مثلا على الغيار الرابع وهلف اليوتيرن ده، فهبدا امسك دبرياج وفرامل وهدي سرعتي وهدخل بالشكل ده. انا كنت على الغيار الرابع خد بالك، فهجيب التاني وهبدا اتحرك عادي جدا مفيش مشكله. طيب ليه جبت التاني؟ لان العربيه ما وقفتش، السرعه كانت تقريبا 10 والعربيه ما وقفتش، ففي الحاله دي انا مش محتاج ارجع للاول. جبت التاني خصوصا ان العربيه في منحدر، فانا كملت على الغيار التاني لان العربيه ماشيه والمنحدر بيساعد العربيه ان هي تتحرك، فمش محتاج ان انا ارجع للاول. يبقى العبره هنا للسرعه اللي انا هوصل لها بعد التهدئه. طيب تعالى ناخد مثال تاني برضو. انا دلوقتي على الغيار الرابع وهلف الملف اللي جاي، وفي الحاله دي انا هوقف العربيه وهرجع للاول. يعني نفترض ان انا في حد جاي مقابل ليا وهضطر ان انا اوقف العربيه، فمن الرابع هرجع للاول عادي. لان في حاجه مهمه، انا بعد ما هدي بالفرامل همسك دبرياج، وطول ما انا دايس دبرياج انا كده يعتبر فاصل الفتيس خالص عن الموتور، فمش فارقه. يعني لو جبت التالت دلوقتي ملوش اي لازمه، انا ماشي دلوقتي على قوه الدفع مش على الغيار. اهو انا دلوقتي على الرابع ههدي والف، العربيه قربت تقف والارض فيها سنه مرتفع، فهجيب الاول وهبدا اتحرك. يبقى انا كده نزلت من الرابع للكام؟ للاول. مفيش اي مشكله، السرعه هي اللي هتقول لي ارجع للغيار الكام. في هنا بقى غلطه بتحصل، ان انا دلوقتي مثلا عايز اهدي للملف اللي جاي. انا دلوقتي على الثالث وسرعتي قربت على ال 50، فما ينفعش اول ما اشيل رجلي من على البنزين اروح جايب التاني وانا على ايه؟ سرعه عاليه. يبقى انا لازم استنى اما العربيه سرعتها تهدى وتنزل تحت ال 30. ما ينفعش العربيه تبقى سرعتها لسه 30 واجيب التاني، يبقى انا كده بجيب غيار مش مناسب للسرعه. طيب هل ده غلط؟ طبعا غلط، لان ده بيأثر على الموتور. انا بدل العربيه غيار ابطأ من سرعتها، فده ما بيكونش صح ابدا. واخر حاجه بقى ان انت ممكن تكون بتتلخبط في نقلات الفتيس نفسها. فانت دلوقتي مثلا لو على الغيار الرابع وعايز ترجع للتاني، كل اللي هتعمله ان انت تمور الفتيس وتجيب الفتيس شمال تحت، بقيت على الغيار التاني. الاخطاء بقى اللي بتحصل في نقلات الفتيس اثناء الرجوع بالغيار هي مثلا ان انا اكون على التالت وهديت سرعتي وعايز اجيب التاني، فانت اللي بيحصل معاك ان انت ممكن بدل ما تجيب التاني بتجيب الرابع. طب ده ليه بيحصل؟ لان انت بترجع بالفتيس كده على طول، بتبقى عايز تجيب التاني قص كده على طول. لا، هو المفروض ان انا امور الفتيس، اجيبه شمال، انزل لتحت كده، استحاله الغيار يجي معاك في الرابع. يبقى لازم تاخدها على الثلاث مراحل دول، امور الفتيس، اجيبه شمال، انزل بيه لتحت. كده انا جبت التاني بشكل قاطع ما فيهوش اي غلط. برضو من الاخطاء المتكرره ان انت ممكن تكون على التاني وعايز ترجع للاول فتطلع للتالت، وده لان انت بتطلع العصايه لقدام من غير ما تحبس الفتيس ناحيه الشمال. يبقى انا لو انا على التاني المفترض ان انا ازق الفتيس كده ناحيه الشمال الاول واطلع بيه لفوق عشان اضمن ان هو يفضل في الحاره او المسار الشمال اللي موجود فيه الاول. لكن لو انا طلعت كده فاللي بيحصل ان الفتيس بيروح للتالت بدل الاول، وطبعا تلاقي العربيه بطلت منك وانت مش فاهم ده حصل ليه. اخر حاجه بقى انك بتكون على الخامس وعايز ترجع للرابع، فممكن تلاقي نفسك جبت التاني بدل الرابع. والموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله ان انت ترجع بالفتيس سنه لتحت
هيمور لوحده او هيرجع في المور لوحده عشان في سوسته بترجعه في النص. بعد كده تنزل بيه كمان خطوه لتحت، الفتيس بقى او الغيار بقى على الرابع بمنتهى السهوله. يبقى انت مش مطلوب منك تعمل اي حاجه غير ان انت تزق عصايه الفتيس لورا بالشكل ده، هيجي في الرابع لوحده. ولازم تكون فاهم ان الفتيس لو كان ناحيه اليمين او الشمال، بمجرد ما ارجعه لورا هو كده نزل في المور او رجع في المور. لو هو مثلا برضو كان على التاني، هو التاني دلوقتي في الشمال، لو زقته لقدام بقى على المور. فانت عشان ما تحتارش خليك عارف ان من اي غيار لاي غيار لازم تعدي على المور، فيما عدا حالتين، من الاول للتاني او من التاني للاول، غير كده لازم اعدي على المور. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وشكرا لكم على المتابعة.